بحضراتكم مرة تانية وصلنا للفقرة الرابعة اللي زي ما قلنا لحضراتكم في المقدمة هيكون ضيفنا الكريم فيها أستاذ حليم يوسف. هو كاتب سوري الأصل، كردي طبعا، وحاليا جنسيته ألماني لأنه مقيم في ألمانيا من عام 2000. اسمحوا لي أرحب بيه. أهلا بك أستاذ حليم. أهلا وسهلا. أهلا بك في مصر وأهلا بك في استوديو قناة النيل الثقافية. أهلا. خلينا نبدأ حضرتك طبعا هنا بمناسبة زي ما قلنا في المقدمة مهرجان القاهرة الأدبي. الحقيقة مشكورين منحونا الفرصة كإعلاميين إن احنا نقدم يمكن أعمال وأشخاص بينتموا لعالم الأدب، ولكن يمكن الجمهور المصري ما تعرفش عليهم قبل كده. هل دي زيارة حضرتك الأولى للقاهرة؟ هذا مو الزيارة الأولى، بس أول كتاب لي، أول رواية تنصدر بمصر بالقاهرة هي روايتي الخامسة بعنوان الوحش الذي في داخلي، انصدرت قبل فترة عن دار صفصافة للنشر هون بالقاهرة، وكان في مهرجان القاهرة الأدبي، فجاي لهون مشان أوقع روايتي الجديدة اللي بكرة الساعة 7 يعني بيت السناري هون بالقاهرة في عندي حفل توقيع الكتاب وحديث عن الأدب الكردي المعاصر. ألف مبروك طبعا صدور الرواية في مصر، وألف مبروك على حفل التوقيع مقدما بكرة طبعا. مدعوين حضراتكم اللي يحب يحضر حفل التوقيع في بيت السناري الساعة 7 أعتقد. الساعة 7. أستاذ حليم بعد إذنك، يعني زي ما قلنا قبل ما ندخل على الهواء، يمكن بعض المصريين وما نقدرش نحدد النسبة، يعني ما عندهمش فكرة واضحة عن هوية الأكراد. يعني لما قلت لحضرتك كردي سوري ازاي، فيا ريت تشرح لمشاهدينا كمان يعني ايه كردي سوري. الموضوع بكل بساطة انه الوطن الكردي اللي عم نسميه كردستان مقسم بين 4 دول. هاي الدول تركيا، العراق، ايران، وسوريا. التاريخ الكردي يعني طويل، وما بدي ادخل بتشعبات التاريخ، بس الوطن الكردي الحدود الحالية يعني التقسيم الحالي لكردستان حصل بعد سايكس بيكو، بعد انهيار الامبراطورية العثمانية، والانجليز والفرنسيين قسموا المنطقة، فالوطن الكردي كمان صار 4 أجزاء. وأنا عائلتي أبي من كردستان تركيا اللي بنسميه كردستان الشمالية، أمي من كردستان سوريا اللي بنسميها كردستان الغربية. يعني هن تزوجوا أنا على الحدود على الحدود، وأنا ولدت بكردستان سوريا أو بشمال سوريا. والجزئين الباقيين من الوطن الكردي في العراق وإيران. العراق، يعني إيران كمان فيها أكراد طبعا. العراق، إيران، تركيا، سوريا. تركيا. تمام. خلينا نعرف كمان الناس بالأدب الكردي. يعني هو لغة مستقلة، اللغة الكردية لغة مستقلة لها حروف هجاء مستقلة. طبعا اللغة الكردية من اللغات القديمة بالمنطقة، وظلت هي اللغة ممنوعة بهي الدول ال4 بعد نشوء الدول القومية. يعني اللغة كانت ممنوعة في ال4 دول دي. كانت ممنوعة بال4 دول طبعا، باستثناء العراق بسنة 91. كانت بوقتها الثورة الكردية مشتعلة بالعراق ضد نظام الحكم العراقي، وقدروا يتوصلوا لاتفاقية آذار سنة 1971. من 1971 ده هلا اللغة الكردية بالعراق لغة رسمية. في تركيا وإيران وسوريا كانت لغة ممنوعة منذ قيام الدولة السورية والتركية والإيرانية وحتى الآن. في سوريا اللغة الكردية كانت دائما مغيبة وممنوعة. وأنا تعلمت اللغة الكردية سرا في البيت، يعني أخي الكبير هو اللي علمني الأحرف الكردية، والكتب الكردية كنا نتداولها دائما بشكل سري. وهذا الشيء يمكن دفع، يعني خلق دافع كبير عندي اني اكتب بهي اللغة واصر على الكتابة بهي اللغة اللي تمنعت خلال السنوات منذ نشوء الدولة السورية، وحتى قبل 3-4 سنوات بعد التغييرات الجديدة اللي حصلت بسوريا قدروا الأكراد يسيطروا على بعض مناطقهم بالشمال السوري. وهناك نوع من الإدارة الذاتية بالفترة الحالية، ومن 3-4 سنوات عم يتم تدريس اللغة الكردية في المناطق الكردية في شمال سوريا. هل طبعا إذا اتكلمنا عن الأدب لازم نتكلم عن اللغة اللي بيكتب بها الأدب وهي اللغة الكردية. هل اللغة الكردية لغة واحدة في ال4 أقاليم دول؟ يعني هي نفس اللغة طبعا في هي لغة واحدة تركيا، في إيران، في العراق؟
طبعا هي اللغة الكردية لغة واحدة في يعني بتنتمي للأرومة الإيرانية أو لغة هندو أوروبية. إذا حكينا عن شجرة اللغات هي لغة واحدة، بس يعني في لهجات كثيرة. اللغة العربية في أكثر من 40 لهجة، بس طبعا. اللغة الكردية حروفها واحدة. اللغة العربية حروفها واحدة، اللغة الكردية بقى اللغة الكردية يعني كمان لهجات كثيرة، هي في 4-5 لهجات. في لهجتين رئيسيات اللي هي الكرمانجية أكراد سوريا أكراد تركيا، والسورانية أكراد العراق وأكراد إيران. طبعا في توزع للهجات الثانية مثل الزازاكية والهورامية إلى آخره. الآن تكتب اللغة الكردية بأبجديتين، الأبجدية اللاتينية من سنة 1932. عندنا جلادات مدحت بدر خان كان وقتها منفي من العائلة البدرخانية بعد الثورة الكردية اللي قامت ضد النظام التركي وقت آنذاك، فلجأوا لدمشق لسوريا، وهناك أصدر مجلة اسمها هوار، وتم اعتماد الأبجدية اللاتينية بالنسبة للكرمانجية، يعني تكتب بحروف لاتينية. نعم. واللهجة السورانية ظلت بالأحرف الآرامية أو ما تسمى الأحرف العربية. فاللهجتين الرئيسيات عندنا أبجديتين، الأبجدية اللاتينية والأبجدية الآرامية أو العربية. جميل. عندنا غلاف على الشاشة أستاذ حليم، يا ريت تقرا لنا بقى. ده كردي مش كده؟ هاد 99 خرزة مبعثرة. ده باللغة الكردية. هاي باللغة الكردية. هذا كتاب إلي رواية أنا كتبتها بالكرمانجية بالأحرف اللاتينية. وهناك دار نشر كردية أنديشفي سليمانية في كردستان العراق أصدرت هذه الطبعة باللهجة السورانية، أي كتبي الكردية رواياتي وقصصي تصدر باللهجتين الكرديتين الرئيسيتين، بالكرمانجية في تركيا وسوريا وبالسورانية في السليمانية في كردستان العراق. وهذه مجموعة قصصية بعنوان نساء الطوابق العليا. ده برضه كردي. كردي سوراني بالأبجدية العربية أو تنكتب بالعراق وإيران بهذه الأبجدية. أكراد سوريا وأكراد تركيا يكتبون بالأبجدية اللاتينية. ده معلومات قيمة الحقيقة، أشكرك عليها، لأنه يمكن المصري، الراجل المصري راجل الشارع يعني ما يعرفش الفروقات دي. العنوان ده إيه يا أستاذ حليم؟ هذا العنوان عندما تعطش الأسماك. هاي رواية اللي كتبتها بالكردية، كمان هاي النسخة السورانية الكردية السورانية من صادرة في كردستان العراق سنة 2015 عن دار أنديشب السليمانية. وكتبت باللهجة الكرمانجية، ثم حولها أحد الأصدقاء إلى اللهجة السورانية. يعني الأكراد الأدباء اللي بينتموا إلى الأكراد بيكتبوا بلغتين، واحدة أصلها أبجدي لاتيني وواحدة أصلها أبجدي أرامي. لا، كل كاتب يكتب يعني لهجته. مثلا أنا عم بكتب باللهجة الكرمانجية وبالأحرف اللاتينية، ويتم تحويل هذه اللهجة إلى اللهجة السورانية في كردستان العراق، وتنشر كتبي هناك ليطلع عليها الكرد الذين الناطقين باللهجة الأخرى، باللهجة الكردية الأخرى. يعني الكردي سوبارتا دي لهجة من سوبارتا هذا اسم مكان، بس هاي الطبعة هي طبعة كمان روايتي انصدرت بسليمانية بكردستان العراق عن نفس الدار اللي حكينا عنها، دار أنديشة. كمان رواية تم تحويلها للسورانية وصدرت بالسورانية، والكرمانجية انصدرت بسنة 1999 بإسطنبول عن دار نشر كردية. يعني محظوظين الأكراد إنه هم يكتبوا مثلا بأبجدية مثلا أرامية أو لاتينية وتترجم إلى أكثر من لهجة، صحيح؟ يعني ما بعرف إذا سيئي الحظ أو محظوظين، ما بعرف كثير يعني. بس يعني بالفترة الأخيرة الدور النشر الكردية الكبيرة، يعني نحن صار فينا هيك إنه الحدود اللي قسمت الأكراد بين هي الدول خلقت بيناتهم يعني ترابط، حدود يعني مو على صعيد
الجغرافيا بس على صعيد الثقافة واللغة أيضا. فالكتاب الأكراد، الكتاب الكرد بكردستان العراق اللي كانوا عم يكتبوا باللهجة السورانية. عفوا حليم، في دي أعتقد صورة من ندوة. أنا كنت بروج آذا المنطقة الكردية بشمال سوريا، وهي ترجمة لغرب كردستان. كنت هناك، وهذه جامعة حديثة، هي جامعة روج آذا بكلية الآداب بجامعة روج آذا. كنت قبل رأس السنة، يعني بنهاية العام 2018 كنت بزيارة لروج آذا. يعني الأوضاع مستقرة في شمال سوريا ولا المنظر ده قدام الجامعة؟ فهمنا حضرتك. لا، الوضع هذا المنظر بكوباني اللي تم تعريضها إلى عين العرب. هاي مدينة كوباني بقايا الحرب ضد داعش. طبعا القوات الكردية هناك، القوات حماية الشعب الكردية وقوات حماية المرأة هنيك، قدروا ينتصروا على داعش. وبعد انسحاب يعني قوات النظام من المنطقة الكردية قدروا يسيطروا على المنطقة. وهذا غلاف روايتي اللي صادرة بالقاهرة، الوحش الذي في داخلي. وهي الرواية نفسها صدرت بنهاية 2018 بديار بكر بالكردية الكرمانجية. أنا كنت بسأل حضرتك وقطعتنا الصور إنه يمكن فكرة تقسيم الأكراد بين 4 دول خلقت بينهم حاجة ثقافية ولغوية زي ما حضرتك بتقول، لكن فكرة كمان إمكانية ترجمة كتاب يكتب أو رواية تكتب بلغة أرامية أو لغة لاتينية إلى لهجات أخرى كردية يفهمها أكراد في ال4 بلاد، ده ميزة مهمة. هو موضوع ما كتير معقد. يعني هن في لهجتين رئيسيات وأبجديتين. نحن الكتاب الكرماج اللي بنكتب باللاتينية يتم تحويلها للهجة الأخرى، يتم نشرها بكردستان العراق بسهولة، إيران طبعا. والكتاب كمان الأكراد اللي عم يكتبوا باللهجة السورانية بكردستان العراق يتم تحويل يعني لهجتهم للكرمانجية، بتنصدر بكردستان تركيا مثلا بديار بكر أو بإسطنبول، بتنصدر لهم أعمال بالكم. بهالطريقة هاي القارئ الكردي في يتعرف على نتاجات الكتاب الكرد بكل اللهجات. عشان كده عايز أسأل حضرتك، مين في الأدب الكردي المعاصر أسماء معروفة على المستوى العام، يعني سواء في الدول 4 بالنسبة للأكراد أو خارج هذه الدول؟ يعني في أسماء كثيرة، بس بدي يعني على سبيل المعلومة أنا بصنف الكتاب الكرد ل3 أصناف. نتيجة تاريخ المنع الطويل للغة الكردية طلع كتاب أكراد اللي بنحدروا من أصول كردية، كتاب كبار باللغات العربية، فارسية، التركية. يعني أبرز اسم في الأدب التركي بالأدب التركي الحديث يشار كمال كاتب كردي أو ينحدر من أصول كردية، ولكن كتب باللغة التركية. وعندنا أسماء كبيرة جدا في الأدب الفارسي، أشرف درويشيان على سبيل المثال أو محمد القاضي إلى آخره. هذه أسماء ظهرت اللي كتبت بالفارسية. فبدي أحكي عن 3 أنواع من الكتاب الكرد. كتاب كرد كتبوا بلغات الدول اللي بتتقاسم الوطن الكردي، اللغات ال3، يعني قصدي العربية بسوريا والعراق، والتركية بتركيا، والفارسية بإيران. هناك كتاب كتبوا بالكردية فقط، وهناك كتاب كتبوا بالعربية أو الفارسية أو التركية إلى جانب اللغة الكردية. بالنسبة لتجربتي الأدبية أنا عم بنتمي للصنف الثالث، وعم بكتب باللغتين، يعني بكتب باللغة الأم الكردية، وإلى جانب الكردية بكتب بالعربية أيضا. يعني حضرتك ترجمت الرواية الأخيرة دي الوحش الذي بداخلي إلى اللغة العربية؟ أنا كتبتها بالكردي صحيح. أنا أول شيء عم بكتب بالكردي، أنا ما بسميه ترجمة لأني بعيد كتابة رواياتي لأنه هي نصوصي، فبتصرف فيها بحرية. عم بعيد كتابتها باللغة العربية، يعني فأنا ما عم بسميها ترجمة. يعني ممكن ده ثراء في حد ذاته. يعني ممكن نلاقي النص الكردي مختلف تماما عن النص العربي؟ مختلف تماما، يمكن كلمة شوي يعني كبيرة بس في اختلافات، خاصة سياقات لغوية، سياقات تتعلق بموضوع الأمثال الشعبية. يعني
خصوصية اللغة العربية واستعمالها بمجال الأدب إلى آخره. ففي اختلافات يعني طفيفة بين بين اللغتين إذا قلنا. فمشان هيك أنا عم بعيد كتابة الرواية ما بترجمها بالنسبة لنصوصي، يعني عم بحكي. عايزة أسألك سؤال بس يا ريت ترد عليه بصراحة. طبعا حضرتك كررت أكتر من مرة الوطن الكردي، مع نعم. إنه الوطن الأصلي هو الوطن السوري بالنسبة لحضرتك، وبالنسبة للآخرين بقى هيبقى إما عراقي إما إيراني إما تركي. ليه كلمة الوطن الكردي معناها إيه؟ أنا عم فرق، لازم نفرق بين شغلتين: الدولة والوطن. يعني أنا عم بحكي عن الوطن الكردي التاريخي اللي تقسم بين الدول الأربعة. موضوع الجنسيات الدول هي اكتسبناها فيما بعد ما صارت حدود هي الدول. من يعني المفارقات لا تشعر أن أنت بتنتمي إلى سوريا؟ يعني هي يمكن ده لب سؤالي، إنه لا في انفصال في الهوية. يعني بالنسبة لي أنا يعني ما عندي أي مشكلة بالانتماء إلى سوريا أو عدم الانتماء إلى، يعني بالنسبة لي ما هي مشكلة. بس عم بحكي عن واقع هيك موضوعي، واقع تاريخي فرض على المنطقة هنيك، إنه هذا الوطن الكردي اللي كان متواجد تاريخيا هنيك كردستان تقسم بين هي الدول. فالشخصية الكردية يعني بهي الدول انتماء مركب، انتماء وطني سوري وانتماء قومي كردي. أنا عم بحكي عن الوطن القومي للكرد لما بقول الوطن الكردي، بس الانتماء الوطني السوري هذا انتماء آخر. فهذا ممكن اعتباره غنى بالنسبة للإنسان طبعا الكردي، وممكن اعتباره مشكلة أيضا. صحيح، عشان كده سألت حضرتك. لأنه في مفارقة يعني عم نعيشها بهي الدول هي اللي بتقاسم الوطن الكردي. إنه هي الدول اللي صارت هي دول، يعني مش الشعب العربي بسوريا اختار هاي الحدود الموجودة بين سوريا وتركيا. الإنجليز والفرنسيين ساووا هالدول، وفجأة مع مرور الوقت صارت حدود مقدسة. أي. والكل يعني الكل صار بفرح عم يضحي بدمه بروحه للحفاظ على هاي الحدود اللي الإنجليز والفرنسيين ساووا لنا إياها، رسموا لنا إياها، يعني حسب مصالحهم إلى آخره. فعم نعيش هيك يعني مفارقات هائلة، يعني تاريخية اجتماعية سياسية إلى آخره. بالنسبة لي موضوع الانتماء نهائيا ما عندي أي مشكلة معه. خلينا ننتقل لفكرة الهجرة إلى ألمانيا. حضرتك في 2000 في عام 2000 انتقلت إلى الإقامة في ألمانيا. معنا صورة عفوا مش واضحة بالنسبة لي. عفرين دي مدينة في سوريا. هاي الصورة عن مؤتمر لاتحاد مثقفين كرد انعقد بقامشلوم بشمال سوريا. عفرين؟ لا، تحت شعار عفرين. هاي عفرين مدينة كردية بسوريا احتلت من قبل الاحتلال التركي مع زيول الجهاديين السوريين اللي عم يتعاملوا مع النظام التركي. فتحت هذا الشعار انعقد المؤتمر، شعار عفرين. بالنسبة للصورة هي اللي عم نشوفها، هي بجامعة روج آفا بمدينة قامشلو مع طلاب كلية الآداب سنة بنهاية 2018 في ألمانيا، في قامشلو في روج آفا في شمال سوريا. عشان الأسماء دي طبعا معرفش هي بين ألمانيا ولا في سوريا. خلينا نرجع للنقطة دي، الهجرة إلى ألمانيا في عام 2000. هل كانت هجرة اختيارية أم إجبارية؟ يعني أنا انصدرت لي 4 كتب بسوريا باللغتين العربية والكردية، وكل كتاب من هي الكتب إلى قصة أو لا حكاية طويلة. الكتاب الأول اللي انصدر لي بسنة 91 اللي كان بعنوان الرجل الحامل، مجموعة قصصية. كان الكتاب الأول والأخير اللي قدرت أحصل على موافقة وزارة الإعلام من القسم الرقابة ومن اتحاد كتاب العرب على طباعة الكتاب. وبعد ذلك تم منع، ده كان في 1991. نعم. وتم منع كتبي، يعني ما قدرت أطالع أي كتاب آخر بسوريا. فكنت عم طالع، يعني عم بطبع كتبي العربية. الصور بتدهمنا. الصورة دي فين؟ صورة بكوباني. هي كنا بزيارة لمدينة كوباني بنهاية 2018 مع
بعض الشعراء الكرد الأصدقاء الموجودين هدي، آزاد عبدكي، أحمد حسيني، محمد بيجو، وحسين عمر. كنا مجموعة زرنا مدينة كوباني. ما بعرف إذا يعني فين المدينة؟ هي بشمال سوريا، ومدينة كردية يعني صارت فيها مقاومة كبيرة ضد داعش، ومقاومة تاريخية، وقدرت تهزم داعش وتنتصر. هي آثار طلقات الداعشيين اللي حاصروا المدينة لمدة 2 وبعدين انهزموا بعد المقاومة. مهم ان حضرتك جبت لنا الصور دي. خلينا نرجع بقى لأول وآخر إصدار لحضرتك في سوريا 1991. ايه اللي حصل بعدين؟ اللي حصل بعدين انه ما قدرت يعني اطبع كتبي بسوريا، فكنت عم بطبع بلبنان والكتب الكردية بتركيا، وعم بدخلها بالسر. يعني لا يعني فترة وجودي بسوريا ما كنت كاتب روائي او قصصي، بس كنت عم بشتغل بالتهريب كمان لادخال تهريب الكتب لادخال كتبي الممنوعة الى سوريا. طبعا انت حكيتي عن موضوع الخروج، فانا وصلت لمرحلة وكنا بوقتها يعني كان بوقتها في يأس كبير من انه يتغير الوضع هنيك. فانا كان امامي خيار، اما اختار الصمت والبقاء في سوريا، او اخرج واتابع الكتابة بحرية. وكان الخيار الثاني هو المفضل لدي. ومشان هيك يعني بعد العام 2000 بعد ما يعني كنت طالب كلية حقوق، بعد انتهاء دراستي طلعت من سوريا. بس ما بعرف إذا بدي أسميها إجبارية ولا اختيارية، بس كان في خيار لمتابعة الكتابة بحرية وبعيدا عن المحققين والمخابرات والسجون. أحيانا بيكون المنفى الاختياري أو الإجباري أيا كان يعني، لكن إقامة الكاتب الروائي أو الفنان بعيدا عن موطنه الأصلي بتكون مصدر إلهام، لأنه مكان منفتح، مكان فيه حرية كاملة. بتكون مصدر إلهام لأنه يستدعي كل التيمات وكل الموضوعات اللي حب واتمنى أنه هو يكتب عنها فيكتب عنها أخيرا. وأحيانا بتكون مصدر ألم. في حالة حضرتك كان أنا فيني أحكي عن وجهين للموضوع. يعني وجه سلبي، هذا الوجه السلبي لما الكاتب أو خاصة المبدع والكتابة لها علاقة كتير يعني بالروح طبعا. فلما بيبتعد الكاتب عن مجتمعه مثل الشجرة اللي يعني تقتلع من أرضها ويعني وتصير بعيدة. ففي بعض الأشجار يعني ما بتقدر يعني تنبت بأرض تانية غير الأرض الأصلية اللي كانت فيها. يعني هاي ناحية. الناحية الثانية ممكن يعني نظرة إيجابية، ممكن نطلع هذا الموضوع نظرة إيجابية وبكل منفى تجربة جديدة. طبعا. فتجربة جديدة يعني بالنسبة للكاتب مواد جديدة، يعني اكتشاف عوالم جديدة. فكل هاي الأمور تفتح أبواب أخرى أمام الكاتب المبدع لا يضيف لتجربته الأدبية. يعني رصيد ممكن المنفى يتحول لرصيد كتير كبير للكتابة الإبداعية. بالنسبة لتجربتي بهذا المجال أنا حاولت قدر الإمكان يعني أوفق بين الجانبين بحيث أنه ما أنقطع عن جذوري وأضل مرتبط يعني بجذوري الأصلية. وكان يعني وكان إصراري على الكتابة باللغة الكردية من هذا المنطلق أكثر شيء. والجانب الآخر أني أستفيد من تجربة وجودي ببلد آخر بالمنفى سواء الاختياري أو الإجباري، وأكتب روايات وقصص عن المكان، عن التجربة الجديدة اللي عم بشوفها هنيك. هاي الرواية اللي شفناها غلافة 99 خرزة مبعثرة هي كلها عن تجربة أحد المترجمين الذين يعيشون في ألمانيا. عن طريق لي كتاب تاني قصص قصيرة بعنوان أوسلندر باك. أوسلندر ترجمة المرادف الألماني لكلمة غريب أو الأجنبي اللي عم يعيشوا بألمانيا. كتبت عن الناس اللي عم يعيشوا هنيك. يعني أنا لو ضليت بسوريا ما كان بإمكاني أكتب عن هالمواضيع هاي طبعا. فلذلك حاولت قدر الإمكان أني أستفيد من تجربة جديدة اللي خطها. عشان كده كنت عايز أسأل حضرتك عن إزاي
بعد سنوات طويلة طبعا. أكيد في الأول كان في صعوبات، على الأقل في اللغة، على الأقل في الاندماج في مجتمع غربي في المقام الأول. بعد سنوات طويلة، يمكن 18 النهاردة 19 سنة في ألمانيا، تجيد أكيد اللغة وتعرف المجتمع الألماني جيدا. إزاي شايف المجتمع الألماني مقارنة بالمجتمع السوري أو المجتمع العربي عموما؟ في شكله يعني كل إنسان لما بيغترب، وخاصة لما بيطلع من الشرق للغرب، خلينا يعني مع يعني تحفظي على هي المصطلحات، في فترة هي فترة صدمة بعيشها الإنسان طبعا. لما بينتقل من عالم لعالم مختلف كليا. صحيح. من الألف للياء. نعم. فهي الفترة بتستمر 2-3. بعد هي المرحلة بيعيش مرحلة جديدة، ببلش بقارن بين المجتمع اللي هو جاي منه وبين المجتمع الجديد. بعد هذيك المرحلة أنا قطعت كل هالمراحل هي، يعني مندمج إلى حد كبير يعني بحياتي الجديدة بألمانيا، اللي بعتبرها هلا يعني أنا المدينة اللي بعيش فيها بوبرتال صرت بعرفها مثل ما أنا ولدان بعامودة، مدينتي بروج آفا أو بشمال سوريا. فمع الزمن يعني هي الفوارق اللي عم نتصورها كلها بتذوب بتروح. وصرت هلا جاري اللي بألمانيا اللي عم بعيش معه عم شبهه بجاري اللي كان بعامودة، انه هاد مثل محمد علي اللي كنت بعرفه هنيك، بس اسمه هون توماس وهيك. فأنا برأيي العالم كتير صغير، صحيح. وقرية صغيرة، يعني بغض النظر عن موضوع المعلوماتية والإنترنت إلى آخره، العالم والبشر كتير بيشبهوا بعضهم. وهي الفوارق اللي يعني تفرق بين البشر هي فوارق يعني شبيهة بالأمراض اللي كرستها يعني مراحل تاريخية مظلمة بتاريخ البشرية. وأنا برأيي البشر إذا تخلصوا من يعني نعم من هي خلينا نسميها أمراض يعني العنصرية وما شابه، بإمكانهم يعيشوا متحابين وفي سلام، سواء كانوا ألمان أو عرب أو كرد أو أتراك أو إلى آخره. لكن تجار السلاح يستفيدوا إزاي؟ والاقتصاد والرأسمال الكبير يستفيد إزاي؟ خليني أسأل حضرتك أستاذ حليم، حضرتك كتبت، يعني اللي يقرأ السيرة الذاتية لحضرتك ما شاء الله يعني ثرية، كتبت في أنواع أدبية مختلفة، من الرواية للقصة القصيرة للمسرح، عملت أيضا في التلفزيون وفي الترجمة ومقالات وثراء كبير. لكن فيما يخص الأدب، لماذا لم تتخصص في لون أدبي، يعني في كتابة روائية أو في الكتابة قصصية، قصص قصيرة، أو في الكتابة المسرحية؟ أنا بالنسبة لي بدأت بكتابة القصة، وبوقتها بعامودة يعني المدينة اللي أنا جاي منها كنت بلشت وأنا صغير يعني بالكتابة. كل اللي كانوا بعمري بسن المراهقة وقتها كذا كلهم كانوا عم يكتبوا شعر. فما بعرف ليش أنا بلشت بالنثر، يعني ما كتبت شعر، يعني ما منذ البداية اخترت النثر. فبلشت بكتابة القصة القصيرة، ومجموعات القصصية الثلاثة يعني 3 كتب أصدرتها هي قصص قصيرة، والكتاب الرابع كان سوبارتا، هي الرواية أول رواية إلي. انتقلت يعني أنا الانتقال ما كان انتقال هيك منعطف من جنس أدبي إلى جنس أدبي آخر، تحولت يعني من القصة للرواية. وهذا الشيء ممكن أشبهه بشغلة، يعني أحيانا الإنسان بيسكن بغرفة صغيرة وبيقول إنه هي بتكفيني وكذا، وبعدين بعد فترة بيحس إنه لا، هي غرفة صغيرة علي، ضيقة على روحي وعلى أفكاري وكذا، فبدي غرفة أكبر، بدي 2-3 وصالون لأقدر أتنفس وأرتاح فيه أكثر. فانتقالي من القصة للرواية كانت شبيهة بهالحالة هي، بس الانتقال يعني ما هو كتير، يعني جنسين كتير هو نثريين. فلذلك تابعت مشواري يعني بكتابة القصة. أنا كتبت الرواية بس ما تخليت عن القصة القصيرة لهلا، لسه مستمر فيها. بالنسبة للمسرح، أغلب المسرحيات اللي يعني أغلب مسرحياتي هي أعدتها فرق مسرحية كردية من قصصي القصيرة المنشورة في كتب. فأنا بعتبر حالي يعني هي مأخوذة من قصص، يعني مو كاتب شامل بقى. حضرتك كاتب شامل ما عدا الشعر
ما عدا نقدر نقول كده. ما عدا الشعر المسرح كمان ما كتبته بشكل مباشر بعد، يعني هي مسرحيات معدة عن قصص إلي أيوة. منشورة، مش نصوص مسرحية. متخصص بكتابة الرواية والقصة أكثر شيء. خليني أسألك سؤال الأخير أستاذ حليم، ليه قررت أنك تنشر روايتك الأخيرة الوحش الذي بداخلي في القاهرة؟ وأرجوك ما تقولش اسم دار النشر لأنه ممنوع نقول أسماء دور النشر. اتفضل. أنا يعني عم تابع، أنا من محبي الأدب المصري، وتابعت يعني هذا الأدب من طفولتي، يعني من البداية، وأنا بعرف القاهرة تبعت نجيب محفوظ وأنا طفل صغير. فيعني ما بعرف ليش خلال تجربتي الكتابية الطويلة يعني نشرت كتب بمختلف البلدان العربية كذا، وبمصر ما صارت مناسبة لهلا إني أنشر كتاب هنيك. بالفترة الأخيرة تعرفت على يعني ناشر مصري بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ويعني يعني هي المعرفة الشخصية قادتنا لفكرة إصدار كتاب بمصر، اللي كانت رغبتي لي رغبة شديدة، يعني إني أنشر بمصر كمان. تعرفي موضوع توزيع الكتب والسوق العربية والحدود إلى آخره. فحبيت إني أنشر كتاب هون بمصر وأتعرف، أو حتى القراء هون أو بعض الكتاب حتى الأصدقاء المصريين اللي أنا عم بقرأ لهم دائما، بحب إنه هن كمان يتعرفوا على تجربتي. فلذلك يعني صدور رواية إلي بالقاهرة بمصر شرف كبير إلي. أكيد كمان فرصة كبيرة ومهمة جدا للقراء المصريين إن هم مش بس يتعرفوا لشخص حضرتك، وكمان يتعرفوا إلى المجتمع الكردي، يتعرفوا إلى نظرتك ككاتب كردي في الأساس ومقيم في ألمانيا، وربما يتعرفوا على نتاج هذا الثراء والتمازج بين خبرات متعددة حضرتك عشتها. طبعا نحن يعني شعوب عم نعيش جنب بعض للأسف. يعني السياسة اللي اتبعتها الدول هي اللي بالشرق الأوسط بشكل عام، يعني والدول اللي بدي أحكي عن الوطن الكردي مرة ثانية، الدول اللي بتقاسم الوطن الكردي اتبعت سياسة المنع والإنكار يعني بشكل دائم تجاه الثقافة الكردية واللغة الكردية والأدب الكردي. نحن يعني بالسنوات الأخيرة بعد التسعينيات من القرن الماضي ولهلا في مجموعة كبيرة من الكتاب الكرد ظهروا حابين يعني يقدموا أدب بهوية كردية، ويعني للقراء العرب. وأنا برأيي يعني الأدب وسيلة كتير منيحة طبعا للتقارب بين الشعوب وتعرف الشعوب على بعضها بطريقة كتير يعني إنسانية وحضارية. أكيد أتمنى طبعا ده، وألف مبروك مرة تانية على إصدار كتاب حضرتك أو روايتك الأخيرة الوحش الذي بداخلي في القاهرة. حضراتكم معزومين بكرة طبعا على حفل توقيع لهذه الرواية للكاتب حليم يوسف في بيت السناري بالسيدة زينب الساعة 7. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حليم يوسف، الكاتب السوري الكردي الأصل والمقيم في ألمانيا. بشكرك مرة تانية. شكرا كثير إليك، شكرا إليك ولكل المشاهدين. مشاهدينا شكرا للمتابعة. بكرة بإذن الله فريق عمل جديد وحدوتة مصرية جديدة. أما أنا حليمة خطاب، فهذه تحياتي.